ازاي مرتبي يكفي لاخر الشهر؟ وطبعا انت بتقول مرتب ايه يا عماد؟ احنا النهارده اساسا 2 والمرتب مش موجود. هو ده مرتب اساسا؟ ده احنا بنقبض من هنا وبيروح من هنا على طول. في ايه يا عماد؟ طيب انا هقول لك على شويه خطوات تعملها عشان مرتبك يكفي لاخر الشهر، وحقيقي عن تجربه ايام ما كنا بنقبض. فانت عامل لي لايك وشير كده عشان اقبض زيك انا يا عم. اشكر ربنا انت بتقبض انا ما بقبض. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الدولار وازاي نكون بنفرح رغم ان احنا بنعدي بوقت صعب. وبالمناسبه لو انت لسه ما شفتوش انت ممكن تشوفه من الاي اللي هنا. طبعا ده بعد ما تكمل الفيديو دوت للاخر. ما تنساش تعمل لي لايك وشير عشان فعلا اللايك بيفرق معايا جدا. قبل ما اقول لك على الخطوات خلينا نتفق مع بعض على اتفاق، والاتفاق ده مهم جدا لان بدون الاتفاق دوت يبقى الفيديو دوت ملهوش اي لازمه. الاتفاق بيقول ايه؟ ان الفلوس ديت عطيه او بركه او خير او رزق من عند ربنا. تمام. وطالما اتفقنا على كده يبقى احنا هناخد الموضوع من ناحيتين، اولا من ناحيه ربنا وثانيا من ناحيتنا احنا. بص يا غالي او يا غاليه، خليك امين او امينه في شغلك، يعني ابعدي عن اي سرقه واي فلوس مشبوهه واي حاجه بتتحط تحت بند المصلحه. اروح اعمل لي مصلحه كده طلع لي بيها فلوس. ابعد عن اي تحوير وكذب عشان تاخد فلوس اكتر، يعني بالبلدي كده ما تدخلش فلوس حرام في جيبك. تاني خطوة، ودي الخطوة الوحيدة اللي ربنا قال فيها جربوني وشوفوا انا هعمل ايه، وهي العشور. ادفع عشورك بامانه وادفعها للكنيسه مش لحد تاني. وده ينقلنا للنقطه الثالثه. تالت حاجة، أعمال الخير والصدقة اللي انت بتتصدقها ومساعدتك للناس الفقراء، ودي مختلفة جدا عن العشور. العشور حاجة وأعمال الخير والصدقة بتاعتنا حاجة تانية خالص، مهمة برضو لأن ربنا قايل إيه؟ إني أكرم الذين يكرمونني. فأنت لما بتساعد حد وبتدي حد محتاج وبتزور مريض والحاجات دي كلها كأنك عملتها مع ربنا بالظبط، فربنا هيكرمك علشان انت بتعمل كده مع الناس. رابع حاجة، اكتفي باللي عندك، اكتفي باللي معاك، ما تبصش على اللي في ايد غيرك وما تحسدش حد، بل بالعكس انت اتمنى له او اتمنى للناس ان هي تكون في حتة احسن من اللي هي فيها، وخليك مكتفي وراضي باللي عندك. الاربع خطوات ديت لو انت عملتها فعلا ربنا هيكون بيبارك لك بفلوسك. بس برضو احنا علينا دور لازم نعمله، وده في الخطوات اللي جايه. اول حاجه، حدد اولوياتك. شوف ايه هي الحاجات الضروريه والاساسيه اللي ما ينفعش نعيش بدونها، الحاجات اللي انت عايزها دلوقتي حالا وما ينفعش نعيشها من غيرها، والمصاريف الاساسيه بتاعتنا، الاهم ثم المهم. تاني حاجه، بلاش تدخل في جمعيات كتير. انت ممكن تدخل في جمعية واحدة بس، وده بيترتب على حسب اللي فايض منك من اول نقطة. تالت حاجة، بلاش تضغط نفسك في اقساط كتير. طالما الحاجة مش ضرورية وانت مش محتاجها دلوقتي وينفع اعيش من غيرها يبقى خلاص بلاش منها، ما تضغطش نفسك في اقساط كتير. رابع حاجة، اكتفي باللبس اللي عندك. طالما موجود عندك لبس يبقى خلاص ما تنزلش كل شهر تجيب لبس جديد، ما تمشيش مع الموضة لان الموضة مش بتخلص ومش بتنتهي. طالما موجود عندك يبقى اللي موجود يسد والحمد لله. خامس حاجة، اكتفي بخروجة واحدة بس في الشهر او خروجتين على حسب انت بتصرف كام في الخروجة ديت. وطبعا النقطتين اللي فاتوا دول بيترتبوا برضو على من بعد ما حسبت الحاجات الضرورية اللي عندك وشفت ايه الباقي معاك. واخر حاجة عايز اقولها لك، خليك فاكر ان مش كل العطايا ومش كل الرزق فلوس. في حاجات ربنا بيباركنا بيها وحاجات ربنا بيبعتها لنا وحاجات ربنا بينعم علينا بيها الفلوس نفسها ما تقدرش تجيبها. بس كده يا سيدي، اعمل لنا لايك وشير ومتابعة للصفحة عشان ما يفوتكش كل جديد. باي باي.